السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم هذه القصة من القصص المؤلمة التي فيها ظلم وقع على شابة طالبة جامعية من زوجة الأخ. ومثل هذه القصة الكثير في عالمنا العربي، والمؤسف بأن كثير من الرجال يظلمون الأخوات والأمهات بناء على طلب من الزوجات أو بناء على ظروف قاسية يمر بها. نعم، كان هناك رجل وزوجته وعنده أخت أخذت البكالوريا وسجلت طالبة جامعية. وبيوم من الأيام هذا الرجل اشتعط غضبا ودخل على أخته وهو نائمة وقام بقتلها، وخرج مسرعا إلى الشرطة. سلم نفسه بأني غسلت عاري بيدي. تحضر الشرطة والأدلة الجنائية والإسعاف والطب الشرعي وينقل الجثة إلى المشفى. بدأ التحقيق مع ذلك الرجل الذي قال بأنني غسلت عاري وغسلت شرفي، بأنني دافعت عن شرفي وكرامتي بقتل هذه، وذكرها ووصفها بكلمات. الشرطة: مين أخبرك وكيف وليش؟ أخرج من جيبته ورقة تحليل مخبر للدم والبول ويثبت فيها حالة بأن المغدورة حامل. الورقة مدون عليها اسمها ومدون عليها عمرها. مين أعطاك هذه الورقة؟ أعطتني إياها زوجتي، وهي التي أبلغتني بكل ما حصل، وأنا لم أحتمل ودخلت وقتلت أختي. طبعا يأتون بالزوجة. الزوجة: نعم، أنا وجدت هذه الأوراق وأنا أقوم بتنظيف الغرفة. هل من عادتك أنت بتنظف الغرفة؟ أحيانا أنا أقوم بنظف وأنا أطبخ وأنا أقدم لها كل شيء، ولكن لا صانت عرضنا ولا صانت شرفنا ولا صانت كرامتنا. وبدأت يا حرام تزت الكلام على المغدورة وهي في ذمة الله. هون من وين إلك علم بأنه ممكن يكون هذه التصرفات اللي عم تحكي عنها واللي وصفتي فيها بتحماكي؟ قال: أنا سمعت وأنا شاكي، ونحن النساء بنعرف على بعضنا ومن لاحظ على ذلك الأمر. سخر المحقق من ذلك الكلام، ولكن لم يكن متيقن بأن لهذه الزوجة دور في مقتل الأخت سوى التحريض ونقل الخبر. وطلبوا لها التوقيف ووقفت على ذمة التحقيق، ولا يزال جاري موضوع الجثة والطب الشرعي. وأخبرهم المحقق بأن هناك تقريبا أنها ربما تكون حامل. لم يصدر تقرير الطب الشرعي، وتابعوا مع المخبر ووجدوا بأن المخبر قام بهذا التحليل بناء على وصفة طبية من الدكتورة. يتابعوا إلى الدكتورة وبيوصلوا عند الدكتورة وبيشوفوا عند الدكتورة جدول المواعيد ومذكور اسم المغدورة بأنها هي جاي تزور الدكتورة والوقت. ولحسن الحظ كان هناك كاميرا في مكتب الاستقبال. طبعا مكتب الاستقبال الكاميرا التسجيلات شافها المحقق، وشاف زوجة الأخ موجودة مع شخصية تدخل إلى الطبيب. الطبيبة تقول: ليس من عادتنا أن نطلب إثباتات شخصية، نحن نأخذ اسم المريض ونأخذ عمره وسنه ونعرف التحليلات، ولكن هم أصروا على تحليل البول من شان تحديد الحمل. وهو كان واضح معي بالإيكو حتى تخبر زوجها أو تأرجي لزوجها. بناء على طلبهم أنا أعطيتها هذا طلب التحليل. وطبعا طلبت الدكتورة الطبيبة وأخذوا إفادتها والتحقيق، وبالصور شاهد المحقق ما لم يتوقعه أحد. أيضا صار بده يعرف مين الموجودة مع زوجة الأخ في الصورة اللي دخلت، وهي ليست صورة المغدورة. يعود إلى التحقيق ويأتي تقرير الطب الشرعي بأنها عذراء، وبأنها ليست حامل، وبأنها مظلومة.
هون التحقيق يتحول مجراه إلى زوجة الأخ الموقوفة، ويطلب التوسع بالتحقيق معها. ولما جابوها وبدأوا يسألوها بدأت تتنكر وجودها أو معرفتها أو ذهابها إلى الدكتورة، ولكن وجهت بالأدلة والقرائن حتى اعترفت بأنها كانت معها صديقتها التي أودت بها وبزوجها وابنة وأخت زوجها، صديقتها اللي اقترحت عليها هذا الحل. وبدأت تعترف وقالت بأنني أنا منذ تزوجت صار لي 3 سنوات ما أنجبت أطفال، وكنت أكره بنت حمايل هي دخلت الجامعة، ودخولها للجامعة قالت لي صديقتي سهل التخلص منها وبأسرع وقت ممكن نتخلص منها وحتى من أخوها إذا ما أعجبك. وهي رسمت لي الخطة، وهي أخذت موعد عند الدكتورة، وهي اللي سجلت اسم المغدورة، وهي اللي سجلت عمر المغدورة، ونحن رحنا عند الدكتورة وفحصتنا وعطتنا طلب للتحليل بناء على طلبنا، وصفة للتحليل، ونحن جبنا وبدأت تعترف بكل ما فعلت. ونحن أخذنا نتيجة التحليل، وأنا قلت لزوجي إنه ضحكت عليه، قلت له أنا لقيت هاي الورقة وأختك سوهت سمعتك، وأختك جابت رأسك بالأرض، وأختك 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 وأختك، حتى دخل إليها وحصل ما حصل. طبعا أتوا بالصديقة الشيطانة التي اقترحت عليهم ما اقترحت، والتي جعلت ناس في القبر مظلومة وناس في السجن. وبدأ أيضا التحقيق معها. قالت هي من طلبت مني أن أبحث لها عن طريقة للتخلص من بنت حماها. طبعا هي صديقتي وأنا بتردد لعندها، وكنا نفكر بمكائد كثيرة حتى نتخلص منها، مرة بالسم ومرة قتل ومرة بدفع ومرة إلى آخره. وسلطنا عليها بعض الشبان لم يستطيعوا التوصل إليها أو اللقاء بها حتى ننال منها أو نشوه سمعتها. وكانت هذه الخطة الأنجح بالنسبة لنا، إنه نذهب لدكتورة ونعطي اسمها ونعطي تحليل ونخبر أخوها، وأخوها يقوم بما قام به. طبعا المصيبة عند الأخ أخته وحيدة، وهي أمانة في رقبته، لا لها أب ولا لها أم رحمة الله عليهم. بيجيبوه ببلغوه بالتحقيق بأنك أنت قتلت واقترفت ذنب صعب وكبير دنيا وآخرة، أنت أزهقت روح بريئة، أختك بريئة، هذا ما أثبته الطب الشرعي، وكل ما حصل هو خططت له زوجتك، وهي اللي خططت هي وصديقتها، وأنت اللي نفذت القتل. طبعا حولوا جميعا إلى القضاء لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم. العبرة من هذه القصة يا أخواني بأنك أنت إجاك خبر عن أختك، عن أمك، عن بنتك، لابد أن تتأكد، حتى عن زوجتك لابد أن تتأكد. لا تكن أعمى البصر والبصيرة، لا تزق روح خلقها الله، حسبنا الله ونعم الوكيل بما فعلت. وأنت ما عجبتك بنت حماكي لا تحكيها، ما عجبك إلا أنك تلفقي عليها التهم وتشوهي سمعتها وتقذفي المحصنات، وبعدين تحرضي أخوها على قتلها وتزوري حقائق وأوراق. يا ويلك من الله، يا ويلك من الله بما فعلتي. وأنت أيها الصديقة الشيطانة يا خرابة البيوت، أنت متزوجة وحامل وآمنة ومطمئنة في بيتك، تذهبي وتفتري على تلك الفتاة وتسجلي اسم تلك الفتاة، ولكن الله كبير ولن يضيع حق مظلوم. رحم الله تلك الشابة المظلومة البريئة، وأسأل الله أن يعوضها الجنة وأن يأخذ حقها ممن ظلمها يا رب، اللهم أمين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.